هيا مرحبا بكم يا جماعة في البارتي 2 من خرجة بنزرت. كيما سبق وقلت لكم اللي احنا مشينا الكاب انجلا اللي هي اعلى بوان في تونس واعلى بوان في الافريق. وكان ما تفرجتوش على البارتي الاولى باش يطلع لكم توا ليان في الاكران، جوست انزلوا عليه مشيو تفرجوا على البارتي الاولى ومن بعد ارجعوا تفرجوا على البارتي 2 باش هكاك تعيشوا الاكسبيريونس كاملة. ونتصور يا جماعة سا سوفوا قداش تعبت عليه الفيديو باش خرجت كاليتي كيما هكاك من اوديو التصوير المونتاج لكل شيء. هذاك علاش ما تبخلوش عليا باش تعملوا لايك اي سورتو تعملوا سبسكرايب، خليكم تعيشوا الاكسبيريونس كامله. كيف يبدا جروب كبير متاع غطاسة يعوموا مع بعضهم، البروبابيليتي انهم باش يضيعوا بعضهم تكثر على الاخر، مش كيما يصطادوا زوز كيما يصطادوا اربعة. هذاك علاش تفهمنا من اول الطرح انه ما نبعدوش على بعضنا جملة، وكيما بدينا مع بعضنا نخرجوا مع بعضنا. وزاد تفهمنا كان واحد فينا ريه حاجة ما نعرفش قولوا احنا قرنيطة ولا كعبة شوباي ولا فكرون، ديريكتومون ينادي لاصحابه باش يشوفوها وهكاك نصورها وبزيت سين في الفيديو. مام با درج وعيطلنا عزيز قالك القي حاجة اسكندر اي جيش. منعرفش كان عندكم فكرة عليها ولا لا. لوتياج اللي قاعد يستعمل فيها عزيز توا تتسمى الكولر فيش، وان فات البياس هذه نستعملها باش نديو بها الحوت. يعني كي تبدا تدور بها قولش عليك قاعد تعمل حس متاع كوكياج ولا حاجة هكا وتحاول تستقطب بها الكائنات البحرية. وهبش نحط لكم الباج انستغرام كان تحبوا تكونتاكتيهم وتاخذوا الكولر فيش متاعكم. ابارامون كي كان عزيز يدور في الرولات متاع الكولر فيش فما كعبة شوباي قربت له على الاخر. خليكم تعيشوا اللحظة كاملة. رغم انه كعبة شوباي كانت صغيرة اما قررت اني نضربها وهكاك تبدا اول حاجة في الحصيلة متاع اليوم، على خاطر عنا برشا ما شديناش القرنيط طونك الموسم متاعه مازال ما بداش. والحقيقة حبيت على حاجة كيما الشوباي ولا القرنيط هكاك نعملوا بها سوا روس سوا مقارونة. ضربتها لك اخويا. حرام عليك هذيك تقريبا بوسه. صاحبتي الساعه عسيلو مقارونه ولا عجله. تحيه برا نكملوا. سيلو زدنا قدمنا شويه ما شاء الله والله البلاصه مش نورمال. سيلو عمرنا داني قال لي ريك كعبه قرنيط باش نعاود نوريكم. وكما قلت لكم بكري اللي الموسم تاع القرنيط مازال ما حلش، هذاك علاش ماناش حاطين في مخاخنا ان باش نصطادوه جمله. وهو جينيرالمون يحل لو 15 اكتوبر في كل عام، اما بالنسبه للسنه يوخروه بشهر، دونك لو 15 نوفمبر ان شاء الله اون فوا يحل موسم القرنيط تو نعمل لكم اون فيديو سبيسيفيك نوريكم شنو هما لي تروك وكيفاش تلقاه بالضبط. سيلو يا جماعه تو وصلنا الحجره اللي قال عليها عزيز. حقها بور لو مومون ما فماش حوت هساك اللي يتصور. ما شدينا كان كعبة شوابي. باش نبداو توا نشوفوا في البلاصة ان شاء الله نصطادوا حاجة باهية. اخي البلاصة ياسر مزيانة ما شاء الله. واني قاعد نعوم هكاكا ماشي اللي باف ريت من السطحة متاع الماء كعبات بروكي كبار، ظهر لي كانوا 3 ولا 4 كعبات. يا اخي قررت اني نغطس ونحاول نصطاد كعبة فيهم. وكما قلت لكم قبل ديما اغزر يمين يسار، ما تضربش اول كعبة حوت تعرضك، ما تعرفش عليها وقتاش تتعدى كعبة حوت ما اكبر. غزرت يمين يسار الحقيقة ما فما حتى شيء، وحتى الحفر حسب ما يظهر فارغين. عاد ركزت روحي على الاخر وقلت نضرب كعبة البيروكي اللي هبط على خاطرها. اما خسارة كي جيت نجبد في الفلاش نلقاها تنحات وهربت.
وهذايا الجانب المظلم على الاخر في الغطس، ليزي الحوتة ما تشدتش اي اون بلوس باش تموت على خاطر ديجا تجرحت. الزحمة الا زر شدت وتنحات، مش عارف كيفاش. سلو يا جماعة هذيك هي الكعبة، كعبة حوت نحكي لكم عليها. قال عزيز فما كاليبر كبير برشا اللي هي البيروكي. سلو توا وصلنا للبلاصة اللي قال عليها عزيز، فيها اللي باف بط ولا اللي غارق في البحر. حاصل وهاب شنو نوريكم. ما شاء الله ما شاء الله والله. الحق يعني اخر مرة الباب اللي مشيت له وقتها مع فارس ما حسيت هذا اكثر كلي، مش عارف التتر ما عندوش برشا، ما مازال ما تجزأش برشا في المية يعني. واني نحكي لكم على الباب. عزيز ضرب كعبة سارقة كبيرة ما شاء الله. وري عزيز وري. وي بابا صح. هاي هاني جايك لحظة. هاي لا صح. هذا الاستفتاح. هكا هو بدينا. شوف الضربة شوف الضربة شوف. استناك كالعادة. جاي فما والله ريت هذه خرجت قبل، خرجت ما ريتش في الحفر الفم. هاي لا ما شاء الله. يا جماعة ماناش نبات بلاش عشاء. باش نرجع يا جماعة نوريكم الضربة متاع كعبة السيرقي. اون فات عزيز لقاها موجودة ما بينات زوز حديدات، وممسي كنا احنا 4 غطاسة الغاديكين عمو في الليباف، كان عزيز الوحيد اللي راه فينا كعبة حوت وشدها، اللي هي حاجة غريبة على الاخر، خاطر جينيرالمون لي زيباف تلقى فيهم برشا حوت، اما يمكن البلاصة محروقة ويعوموا فيها برشا غطاسة. فتنا ليباف وقررنا انه ندخلوا لداخل نلوجوا على لي بروفوندور، فماش ما نلقاو حوت ما خير، وقعدنا نهبطوا غطسة بغطسة ونعسوا على بعضنا. المرة هذيا كان الدور متاعي اني نغطس، وقت اللي كنت في القاع متاع البحر ريت برشا كعبات حوت بعاد، وبرامو كانوا كعبات بيروكي، اما طونكو كانوا بعاد برشا عليا قررت اني نطلع نرتاح شوية ونعاود نقرب لهم. في الغطسة اللي بعدها بالضبط ما خليت لهاش الفرصة انها تهرب، وما قدش نخمم كيما بكري ديريكتومون ضربت، والحمد لله المرة هذيا كانت ضربة خير وما هربتش. حسيلو يا جماعة هذه هو الكعبة بالنسبة لي. مش عارف حتى شنو تصير. كما سبق وقلت لكم بكري لعزيز كانت عنده الفيش كولر، هذاك علاش طريقة المصيد اللي كان يستعمل فيها هي المصيد بالترصد ولا لاشاس سومارينا لاجاشون، يعني كان شاك فوا يهبط للقعر متاع الماء ياخذ بلاصة باهية ويقعد يستنى، وبالطبيعة يبقى يتكتك بالفيش كولر متاعو. الغطسة ديا اختار لومبلاسمون هذايا اللي هو ما بينات زوز حجرات، والحقيقة بالنسبة لي تتسمى بلاصة باهية على الاخر على خاطرها متركنة وجينيرالمون الحوت ما يراكش فيها. قعد يتكتك بالفيش كولر متاعو، ويا جماعة شوفوا ليفيكاسيتي متاعها كيفنا، دوب ما بدا يتكتك فما سرب كبير متاع مجل قاعد يقرب له على الاخر. اما مانيش عارف كيفاش الضربة ما جات في كعبة المجل، ميمسي الضربة كانت سهلة. ومع نوعية متاع حوت اخرى كيما البيشي شورو مثال ولا البيشي ليموني كي يكونوا صغار تنجم حتى ما تاخذش كوفر باهي وكي تبدا تكتك تقرب لك على الاخر كيما صار في الضربة هذه. اما لا غالب عزيز تسرع على الاخر وما خلاهاش تقرب له برشا، ضرب ديريكتومون. الغطسة اللي مبعدها بالضبط كيما العادة ديما نفس التكنيك، ياخذ نفس باهي يهبط القعر متاع الماء ويعمل اجاشون. قعد تقريبا دقيقة ونص وهو عامل اجاشون ويتكتك ونسبيرون تتعداش كعبة حوت كبيرة. اما مالوغوزمون ما فما حتى شيء، كان كعبة البرد فيش اللي تراو فيها قدامكم، هاي مشات يمين هاي مشات يسار، بارامون عاملة جو على الاخر بالتكتاكة متاع عزيز. هكا هو قرر انه يضربها ويطلع. بعد بحر يقلب مش عادي، فيه كورام زادة مش نورمال. تورجم درجة ضيعت الشفاع بالحق حق ريسك على الاخر. كون فات في مسير ولا في مزيك عمق ما يوصلش الكورام كيما لله.
برا خاطرها البلاصة محلولة على الاخر. وهذيك المشكلة يا جماعة، كيف يبدا فما كوران قوي والبحر متحرك على الاخر، حتى باش تحاول تقعد مع اصحابك وتتبعهم في كل غطسة تصعب على الاخر لدرجة هنا ضيعنا بعضنا. واني قاعد نلوج على جماعة باش نعاودوا نتلقاو ونخرجوا الناس الكل لاباس، كبتيت كعبات حوت في القعر متاع الماء، عاد قررت اني نغطس نشوفهم بالك تطلع حاجة باهية. اما كيما العادة طلعت اختنا البيروكي، وابارامون البلاصة هذيا معبية كان بالبيروكي، عاد ضربتها وقلت نطلع للسيرفاس نكمل نلوج على جماعة. من الشيرة الأخرى عمر قعد يلوج على أول كعبة حوت يضربها، طونكو ما وافقوش الحظ وما عرضتوش حتى كعبة حوت تتضرب. عاد هو يلوج هكاكا عرضه فرق متاع شلبة صغير، ولا قرر أنه يستفتح بكعبة شلبة، أما الله غالب ماهاش كاتبة وهربت. سيروا يا جماعة توا عاودت لقيتهم يا جماعة. مشكلة توا في عزيز ما لقيناش. قررنا حكاية حولش نبقاو نمشيو عكس الكوران، قلنا نطيب روحنا مع الكوران نلقاو شي عزيز وبعد نخرجوا بالشيرة الأخرى. احنا ثلاثة داخلين بعضنا ولوجوا على عزيز، ما نكذبش عليكم جاونا لي سيناريو الكل في مخاخنا، ومن الشيرة الاخرى عزيز قاعد يتكتك ويلوج على الحوت. في الغطسة هذيا كان يحاصر في كعبة خضرايا، وبسم الله ما شاء الله كانت كبيرة على الاخر، اما مانيش عارف كيفاش بعد ما ضربها ابارامون الحديدة متاع لاغي ما تحلتش، هذاك علاش هربت. وبعد ما هربت له كعبة الحوت عزيز طارت له على الاخر وقرر انه يخرج وكهو يزيه الطرح. فينالمون عاودنا تلقينا الأربعة. شو شديت ورينا؟ هو البحر ياسر بتحرك. اللي شديت نص كعبة بيروكي، عزيز كعبة بيروكي، كعبة سيركي، وكعبة شوفي شديت هاني بكري. بالنسبة للجماعة الآخرين ما شدوا شيء، الحق الحوت ما فماش برشا. ماهوش لك الكل البحر ما عجبنيش، صحيح مزيان على النخر وفيه برشا غيرات، مانيش عارف هكا ريتهم فارغين، حسها يخطو فيها برشا البلاصة هذاك علاش. سيلو قررنا انه نرجعوا توا ونمشيو نرتاحوا شوية ومن بعد نبداو نطيبوا. الحمد لله يا جماعة، كيما قاعدين تراو اللي احنا قربنا على الاخر للشط، اما تلمون الكوران كان قوي هزنا للشط اللي كان على جنب، واحنا توا بعاد على الاخر من الشط اللي هبطنا منه. وما مسيت لقينا الناس الكل في الماء وحاولنا انه نطلعوا مع بعضنا، غير انه عودنا ضيعنا عزيز واحنا خارجين. هذاك علاش كيف وصلنا للشط حطينا الماتريال الكل، وعود تاني نقصت في الماء باش نحاول نعاون عزيز. والحمد لله يا جماعة، كيما هبطنا الناس الكل مع بعضنا توا طلعنا الكل مع بعضنا، والحمد لله يا ربي، هذيك أهم حاجة. وعرفتوها كي صاحبكم يبدأ يحكي لكم على كعبة حوت هو الوحيد اللي شافها، هو توا عزيز قاعد يحكينا على كعبة حوت هو شافها وضربها وهربت له. جبتني كعبة جودة صور زيدو عطاني ريت برشا جودة صغار بتاع 200 جرام هكاك فيها الحصيلة بتاع هذا اللي شكل عليه. شديت اللامبة. وبالطبيعة ديما في أي غطسة لازم نبداو نتبولدوا على الجماعة اللي ما اصطادوا شيء. هذا كل لون تقريبا. الفولية دكتور على حساب اسكندر وزير. لا الفولية اليوم فولية يعني واحد ما يشوفونيش. شغلي فيجيتاريان اليوم ماشي بالصلاة. يا جماعة حاصلهم مشينا مرغادي بالكل. هذا الكورون يدز على اليمين. سير الكورون يدز على اليمين لو خرجنا مشينا. رصت لنا التراجيديا عملنا الكل نرجع فيها على الصحيح. شوفوا المعاناة.
هاي فوق حاجة إذا عنا ما نفطر وفي فما نفطر عصير باش نشوفوا كان فما بوسيبيليتيش طيب مقرونة جبنا شقالات كل شيء سوا ما نعرفش توقعت كان التوبات كونسونطري بتاتر نمشيو نشريو مش هكاك نجمو نطيبو سيرو تو كملنا العومة وجينا لنا الغابة باش نكمبيو. حصلوا يا جماعة احنا توا مازلنا كيف قمنا عملنا 4 سوايع نو اكل كورينتي واكل موجة هذيك الكل مش نورمال تعبتنا. حصلوا قعدنا ياسر راقدين حتى الماكلة ما كليناش. حصلوا هنا توا قمنا باش نبداو نحضر باش نبدا نصور لكم تشعيل النار والجو الكل. أنا تا قاعدين نشعلوا في النار مازالت كي شالت النار تنجموا تشوف من العنقل هذيا. يعطيه الصحة عزيز وأمين قاموا بعمل جيد. شنو اللي نزيدها كعبات تحم معنا تحفون برشا الكامب تحسوا بروفيسيونيل خدمة عزيز. خليكم مع أجواء الشوي وزادة باش نطيبوا روز عن سلطة كيف وهذيك هي. كيما تعرفوا كي يبدا جروب كبير لازم ديما تقسم ليتاج باش هكاك كل شيء ملي يبدا لين يوفى يصير فرد وقت. لو عندنا غاديكا عبد الله ينظف الروز اون فيت صاحبنا ضايع يعيش في روسيا حاسيلو يخالط برشا بجماعة العراقيين اللي ياكلوا برشا الروز. حاسيلو اليوم قال باش نطيب لكم الروز على الطريقة متاعي. عزيز وامير ركحوا لنا الكامب هذايا باش نشويو فيه وكيما تراو جاي بروفيسيونيل على الاخر. يعني حاسيلو عليه الشابي نتاعهم لأنه مقيم في كل شيء. عمر ما يعمل في حتى شيء حتى في الجروب تاع الخدمة تاع القراية ديما فما واحد راه ما يعمل حتى شيء. هذا تاع الغسلة الرابعة هذه. حاسيلو هذه رابع مرة يغسلوا شهانة على الاخر في الروز بتاعه. الروز لازم تغسل برشا مرات خاطر فيه برشا نشي. وفات الروز هذاك الطويل وشي بسمتي ايه البسمتي هذا معروف على الاخر الروز. حاجة اللي تعلموها لي زيتيديون الكل كونتيتي تاع الروز حط منها دوبل الماء. زوز كيسانيات حتى على الكاع زكا بالذات. عندك فحم يخرج دخان هيك. والله ما نعرفش هذا درد بنزرت كل ندير حاكم يجي راهو بالدخان هذا. واش يجيو جماعة الحرائق نبعثوا لهم اسكندر قال لك يعرف يحكي ولا شنو. على الشاب حسيلو جاتنا فكرة مزيانة على الاخر. دونك شدينا كعبة شوباي برك باش نفوحوا بها الروز نقليها في البصل والزيت ومن بعد نطيشها مع الروز. هيك انا نحي لي في الوسط كل منظف. اول مرة في حياتي ننظف شوباي قال. يسال شو باين في شيء. كونسيبت ورا نعرف كيفاش تنظف اول مرة. سال تنحي لي في الوسط الحبار والقشرة. نحي لها العظمة نتاعها. نحيت لها. كما قاعدين تراو اللي النار متاعنا حضرت ونجمو نبداو نطيبو في الروز. اول حاجة نبداو بها هي التقلية متاع البصل. اون فوا يغمق شوية ويولي كاراميليزي نجمو نبداو نطيشو في الشوباي. وكان من المستحسن انه نصمتها في الماء قبل ما نطيبها باش هيك تطيب على الاخر. اما طونكو احنا في كامب ومعناش برشا ماتريال قررنا انه نطيبوها ديريكتومون. واكيد ما فماش تطيب من غير فاح. هذاك علاش استعملنا شويه ملح وفلفل اكحل وبالطبيعه شويه هروس نلوجوا على كت وزويزه.
نستناو توا الصوص اللي حضرناه باش تبدا تغلي ومن بعد نطيشوا فيها الروز. تلاقي بيه حد فيه نص ساعة ومريق. اللبان تقول كورون يخدم مال هم لازم نروح. وين تتنجم كانت حلة هكا زوز فهمت شو نقصد. من أهم القواعد في تطيب الروز هو أنك ما تحركوش وتغطيه من اللي يبدأ يطيب لين يكمل. هيا تو نخليو الروز يطيب في أقل عقله ونمشيو ننظفو الحوت. كغطاس ولا كصياد، من أهم الحاجات اللي تنجم تعملهم هو أنك تحل كرش كعبة الحوت وتشوفها شنو واكلة. شو ماكلش قنفود عن كروشه ولا قنفذ؟ لا قنفود تاع بحر. الشيء هذا يخليك تفهم الكومبورتمون نتاع الحوت وشنو ياكل في لي ديفيرونت بيريود ولي سيزون نتاع العام، باش هكاك تعرف شنو لازمك تعمرلو وتولي تستهدف اكثر حوت. حصلوا توا جات البارتي نتاع التفويح نتاع الحوت. كل مرات في فيديو الاخر قلتوا لي ياسر نفوح الحوت، حاصلوا المره هذه جوش نعملوا ملح وفلفل اكحل. كمون ملح وكمون وشويه فلفل اكحل. حصلوا ملح وكمون وشويه فلفل اكحل. هو امير باش يفوح لنا الحوت. راني مانيش فواح محترف، شويه يعني هذا نعملوا لهم الكل دهنه بالكمون باهيه. اخي كمون باهي الحوت هو. يعني نعرف به حتى ما عادش في بالي تابل وكرويه ولا حاجه هيك اكثر حاجه. يعني في الدار هما قالوا لي اللي تعمل حصلوا اني ما مدخلنيش، ما تقولوليش تفيحه وما فيحه، مو شاني راهو اللي نفوح المره هذه. نعاونوا شويه التاتش نتاع الشيف. هاي كعب السارقي ما شاء الله. الحوت ما شاء الله. باهي ساشا ما طيبش طلع هك. حصلوا يا جماعه اليوم طيبت لكم روز. باش فيه سيد الرئيس. عايشك ميرسي يا جماعه. توا وفلنا الماء باش نمشيو نعبيو الماء من العين. خلينا عزيز وامير غادي كيف تلهاو بالروز، توا احنا نمشيو ونجيو. ايش قولكم في الفطور؟ عليكم السلام. الكبر هوني تفهم الكاميرا. بالله بارك الله فيك ما قصرتش. حط لك تفاح عبد الله. لا هاي حسيتوا طيبت نظفت الحوت، مشيت عبيت الماء وجيت قشرهم. احنا ما عملنا جاي السلطة زادة. حاسيلو بسم الله ما شاء الله. شوفوا الولاد خيراتنا. شنو عزيز فاش تاكل؟ ريتوها كانت شو اسمه الشوبايه ذيك نتاع قبيله هاي. والله كانت ناس مليح هي. لعبنا مع بعضنا. لا غالب. لا غالب بنينه مش خايبه. جات بلاصتها. تنجمش راك تجي البنزرت وما تذوقش كسكروت اللبلابي. سي هو سمعت عليه برشا الساندويتش اللبلابي في بنزرت. تعرف شكون باهي؟ جزك اقوى واحد في بنزرت يعمل كسكروت اللبلابي. شيخ تعالنا يا جماعة. حاضر روح كسكروت اللبلابي عند اقوى واحد في بنزرت. شنو اسمه خونا؟ رتيلا. عند الرتيلا. عسيلو يا جماعة استناونا توا باش نمشيو عزيز يهزنا ناكلو ساندويتش اللبلابي. حق أول مرة يعني شفت برشا فيديوهات الستريت فود في تونس الكل يمشيو لبنزرت. عسيلو اليوم الفطور عند خونا رتيلا. ان شاء الله فتحي رتيلة. يا مرحبا بكم. كان جيتوا البنزرت يجاو لنا. يا عسكر. يا اسمع هذا صفيح رقم 1 ولا صفيح رقم 2؟ اقوى حمريتي.
كسكورة الباب قصبة شوية لسه منه الحاجة. حسيلو عند خونا الروتيلا قلنا هيك. هذا عند روتيلا هذا فهمتني. بعد يقول لك باش هنا هذا نفس الكسكورة. هالفومة لسه عربي فين؟ حط شوية مساج. الفومة لسه العربي هو اختصاصنا نحن اللي عملناه فهمت ما كانوش خبيخ. أي عربي نحن اخترناه فهمتني. ايه نعملوا له بربة زيت زيتون هذاك كسكورة. الريحة ديجا خارجة وحدها. هذا الكمون هذاك ما شاء الله. هي صاحبي السردين. سلو قال لك احسن ساندويتش لبلابي لنا في بنزرت. كسكورة الباب بالسردين زيتون. زيتون هذاك كسكورة الباب بالسردين. هذا السردين متصح. وعندك حتى في الخبز زوز انواع، عندك الخلفيه وعندك حاج يحيى، زوز منقوش، زوز بياض، زوز خبز بياض، الخلفيه وحاج يحيى. هما زوز. يمتازوا بالخبز نتاعهم. كل مشحن، يدخل حلقه شويه عادي وشويه فوق. هو طول بالنا في الحمصه هذايا، ريتو الحمصه هذايا كعبه كعبه واصفر، ريتو حمصه نمتازوا بيه توا نحن تلقى خبز سوا فتحه. وديما الزيت قبل فهمتني تعمل باش كعبة الحمص تشرب فهمتني. تون العالية مدية شوية. هذا لا ننسى. كسكروت صاحي. ما شاء الله. هو لو بده بالسردين راه فهمت هو كسكروت اللبلاب لو بالسردين. هو الأسواق المعتدلة لهنا هيك بالزيت بالسردين. ولا يا ريت بس ما نسوى. الأسواق سما رخيص سما يبارك 4000 قبل نجيب الفرماج نجيب العاف مطعم فهمتني؟ لا يربح ما ربيت كما نقولوا بالناس الكل جوهم مريكي هذا انت كنت صاحبي باختصاص جيناكم مستير احنا. ديما يجيهم مسير كله سامي منصور الكل مسير ديما بحرين حتى مجموعة بوحجر يجاو زاد من المسير هم جاو ونشكرهم زاد جاتك العباد من كل بلاصه زاد عطيك صح. ما العباد جات من صفاقس من تونس من قفصه من كفرين سمعتهم الصحة. يا جماعة توا خدينا ساندويتشات لازم نذوقوا ونعطيهم راينا. عزيز بريس كمل سي بون. هاي الدنيا صح عليك يعطيكم الصحة. عايش يا جماعة فرحوا بينا بالجو. اللي جاوا بحذاهم يفرحوا بيكم. اعطيونا رايكم شنو رايكم؟ اهلا وسهلا. قبيله نحك الحقيقة كسكروت ديما نشري من هون. انا بنزرت الكل تعمل لبلابي اما هذا ابن حاجة في بنزرت. برجولية أنا نقرا في بنزرت كاري في جرزونة وناكل اللبلابي ليل ونهار. تعرف أنت معناتها الماكل على بعض. أما برجولية الكسكروت هذيا أبن اللبلابي كليته في بنزرت محقق راه. لهنا نخلطوا لاخر الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الرحله بتاعنا وان شاء الله تكون عجبتكم برشا الابيزود. وهكا كانت التجربه بتاعنا وشدينا حوت ورينا برشا حوت وعملنا البحر هاج علينا. كيفاش تشوف التجربه بتاعك في الابيزودات؟ والله مزيانة على الاخر اون بلوس ديفيرونت خاطر ديما نعوم في الساحل. المرة هذيا بدلنا قلنا نعوموا في بارتي في النور كيما قال عزيز جينا في راس انجلة اللي هي معناها اعلى بوان في تونس وفي افريقيا. حصيلو مزيانة على الاخر البلاصة. اما مشكلتها بصفة عامة بنزرت فيها برشا كورون والحقيقة اني وعمر ماناش مستانسين بالنوعية ذي من البحورات. ديما نعوموا اكثر في بلايص اللي يكون الماء راكح الكل. دونك لنا فما صعوبة ولازم تقرا احوال الطقس ولازم تعرف منين تهبط ومنين تخرج. سينو فما ريسك برشا ميم سي حنا غطاسة نعرفو نعومو اما فما ريسك. حاسيلو كان جدو البلاصة هذيا ردوا بالكم. النهارين هذوما تعرفت على امير وعزيز باش نطلعوا معاه ورانا برشا تراكن ورانا بلايص جدد غيران جدد ديزيباف مزيانين على الاخر. كانت تجربة ممتازة شفنا انواع حوت جديدة وكل وكلينا مع بعضنا خيمنا مع بعضنا. كانت تجربة ممتازة على الاخر. نشكرهم برشا على التجربة هذه. شكرا. عبد الله كان مساهم معنا في حمال طياب عنده روز مش عادي. ابن روز كليته عامله عبد الله. أنا الحقيقة أول مرة نخرج مع الولاد. نعرف عزيز نحب ديما نقسم مع بعضنا ولكن اسكندر وعمر وعبد الله أول مرة نخرج معاهم. ناس من أحسن العباد نجم تعرفهم في حياتك. عملنا برشا جو. بالرسمي نهار تعدى ولا هما نهارين تعداو مش نورمال
وان شاء الله تو نعاودوها مره اخرى. البحر ما ماتيش باش نغطسوا برشا، ان شاء الله تو نعاودوها مره اخرى. بالك شي لهنا، بالك شي في الهواريه، بالك شي في المهديه، القضابنا في المهديه، اسكندر يحب على القضابنا. وان شاء الله نشوفوكم مره اخرى وكاو يعطيكم الصحه. مرحبا بكم. راس هاي